صباح الخير عليكم. النهارده هنعمل الفخده الضاني بطريقه سهله وبسيطه. انا عندي الفخده صغيره مش كبيره قوي اهي، عايزه اتبلها بطريقه حلوه جدا وتطلع طريه وجوسي كده. اول حاجه الفخده نتكلم عنها شويه عشان تبقى فريش واعرف ان هي طازه. بلاقي اللحم بتاعها طري وكمان الدهن اللي عليها لونه ابيض زي ما احنا شايفين كده. طبعا الفخده دي جبناها وغسلناها بخل وملح ونضفنا اي زيادات من فوق عليها زي ما احنا شايفينها اهي، وبقت نظيفه وجاهزه للتتبيل. هنركنها على جنب شويه وتعالوا نشوف التتبيله بتاعتنا ايه. هنحط معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود ويا ريت يبقى مجروش. عندي حبهان ورق لورا او ورق الغار و3 فصوص من الثوم. عندي روزماري وزعتر ويا ريت يبقى فريش بس انا للاسف مش عندي متوفر فريش دلوقتي. وعندي معلقه صغيره من بهارات اللحمه وعصير ليمونه وزيت. هنحط كل المكونات دي في بوله كده على بعض. وهنطحنهم وهنرجع لكم مرة تانية بعد الطحن. بعد ما طحنا كل البهارات اللي حطيناها على بعض هنجيب عصير ليمونة واحدة صغيرة وكمان شوية من الزيت، 3 معالق من الزيت، وهنبدأ نقلب المكونات دي مع بعض. وتعالوا نتبل الفخده بالتتبيله الجميله دي. بس هنسيب جزء منها كده هنحطه على الخضار اللي هنحطه بيز للفخده في الصينيه او في الصاج من تحت. تعالوا هنبدا نجيب الفخده بتاعتنا اهي ونبدا نعمل فيها حاجه مهمه جدا، وهي ان احنا هنبدا نديها فتحات بالطريقه دي. طبعا لازم عندنا سكينه تبقى حاميه شويه اهو من ورا كمان. ونبدا نتبل الفخده بتاعتنا بالتتبيله الحلوه دي. كده الفخده بتاعتنا جاهزه بتتبيلتها الرائعه. وتعالوا نشوف بعد ما نتبلها نسيبها شويه ونعمل البيز بتاعها عشان نحطه عليها. يلا بينا. بدأنا نحط البطاطس ونشوف شويه كده تتبيله نرميها كده عليها، ونجيب الخضار بتاعنا اللي هو عباره عن بطاطس وبصل. تمام. جزر، طبعا البيز اللي تحت الفخده ده مهم جدا عشان يخليها جوسي وكل الدهون اللي فيها هتنزل وتستوي في البخار مع الخضار ده وبيديها طعم طري وجميل جدا. هنحط فلفل الوان، كل انواع الخضار، طماطم، تمام، و3 فصوص من الثوم، وممكن 1 فلفل هوت شويه، وممكن استغناء عنه مفيش مشكله. احنا رصينا الخضار بتاعنا في الصينيه او في الصاج. هنحط شويه من التتبيله اللي احنا تبلنا بيها الفخده، وهنحط شويه من الزيت
شويه من الزيت وشويه من الملح. وحاجه مهمه جدا الكرفس. الكرفس بيدي الفخده طعم رائع، ما نقدرش نستغنى عنه خالص. هنبدا بعد ما رصينا البيض دي هنحط الفخده بتاعتنا، تمام، وهنحط لها شويه من الزيت كده على الوش عشان تبقى طريه. وطبعا لو كان في روزماري وزعتر كنا حطينا روزماري وزعتر فريش. تعالوا بقى هنلفها بفويل وندخلها الفرن لمدة ساعتين. وهنشوفها بعد ما تطلع من الفرن. شكل الفخدة بعد ما طلعت من الفرن تجنن، وريحتها روعة، واللحمة زي ما احنا شايفينها كده مستوية وجميلة وبألف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفة اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في حلقة جديدة من مطبخ طباخة هانم. كان معاكم غادة محمد. باي باي.